بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح. لأن الأقصى قلب فلسطين الذي ينبض، فإن وجهه يتداعى الوقوف له الكل الفلسطيني. نابلس خرجت اليوم وتعالت الأصوات والشعارات في أكبر سلسلة بشرية نصرة بحق الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك من تدنيس وهجمة شرسة للمقدسات الدينية. فعالية اليوم هي سلسلة بشرية، وهي جهد المقل دعا إليها الحراك الشباب الفلسطيني من كل الفصائل للانتصار لقضية الأقصى، حيث أن الأقصى يتعرض لأكبر هجمة شرسة لأجل تقسيمه زمنيا ومكانيا، الأمر الذي يستوجب من الكل الفلسطيني التحرك العاجل من أجل وقف هذه الهجمة التي تستهدف أقصانا. هذه الفعالية التي دعا إليها الحراك الشباب الفلسطيني عبر دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي على دوار الشهداء بنابلس بمشاركة العشرات من المواطنين والمرابطات من المسجد الأقصى ومختلف الأطياف الفلسطينية، مؤكدين على الدور الملقى على كل فلسطيني في الدفاع عن الأرض والمقدسات. السلسلة البشرية هي عبارة عن دعوة على الفيسبوك لنفضي غضبنا الفيسبوكي على أرض الواقع، لأنه بكفينا حكي على الفيسبوك، بدنا نكون على أرض الواقع على أرض نابلس. فأنا عملت دعوة على الإيفنت لتشمل كل المحافظات بنابلس، نيجي على دوار الشهداء لحتى نعمل أطول سلسلة بشرية نصرة لمسجد الأقصى. أنا جاي هون عشان نطلع مسيرة على القدس، عشان كل العالم يعرف إنه إحنا مش ساكتين، وإنه الأقصى رح يضل إلنا ومش رح يقسم، ومش حد رح يقدر يتغلب علينا. هذه السلسلة جاءت نتيجة ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات يومية ومخططات لتهويده، يتطلب المزيد من الحراكات الشعبية والوطنية، ولن يقف الشعب الفلسطيني أمامه موقف المتفرج. وقل ربي خذ منا نحو الأقصى وللبيت رب يحميه هي أكبر سلسلة بشرية نظمت نصرة للمسجد الأقصى وصرخة عالية للخروج عن الصمت الدولي والعربي ضد الهجمة الإسرائيلية بحق حرمة المقدسات الدينية. آمنة بلالو، تلفزيون نابلس.